فولة وانقسمت نصين، واحد متهور والتاني مجنون، والسادات كانت شهادته مجروحة فيهم وبيقول الاتنين بالنسبة لي واحد. ما بيبطلوش خناقات مع بعض، ورؤساء الدول العربية بيتدخلوا علشان يفضوا الخناقة. أسرار بين صدام والقذافي ودور السادات فيه. السادات قال عنهم واحد مجنون وواحد متهور. صدام حسين ومعمر القذافي كانت ما بينهم مصانع الحداد، وبالرغم من انهم مختلفين كل الاختلاف عن بعض، لكن الكل اجمع على انهم دماغ واحدة ونفس الطبع. وده كان رأي الرئيس السادات فيهم لما في يوم كان قاعد مع واحد من مساعديه، وكان باين عليه انه متضايق وشايل الهم. مساعده سأله: ايه اللي مشيلك الهم كده يا ريس وشاغل بالك؟ السادات بصله وقال له: صدام حسين. الراجل استغرب، ماله صدام حسين بالسادات يا ترى؟ عمل له ايه؟ كمل السادات كلامه وقال له: خايف الراجل ده يودي المنطقة في داهية بسبب تصرفاته الغير مدروسة. السادات برضه هو اللي طلع على القذافي لقب مجنون ليبيا. الظاهر ان الراجل بحنكته السياسية كان له نظرة في اللي قدامه وبيقدر يحكم عليه كويس. بالبلدي كده كان عنده نظرة مستقبلية. الغريب في الموضوع خلاف القذافي وصدام، اللي بالرغم من انهم كانوا بعيد عن بعض جغرافيا الا انهم ما بينهم مصانع الحداد، والخلاف ما بينهم كان قدام الناس كلها. وفي اكتر من مناسبة كانوا بيعترفوا انهم ما بيحبوش بعض، لدرجة ان الموضوع وصل بينهم للتلاعب بأوراق ضغط سياسية في اكتر من موقف، واعلان كل واحد منهم دعم خصوم التاني علشان يغيظوا. اسرار الخلاف ده كشفها واحد من اقطاب المطبخ السياسي في ليبيا، وهو علي عبد السلام التريكي، اللي قضى من عمره 40 سنة في العمل الدبلوماسي في ليبيا اثناء فترة حكم القذافي، ومسك وزارة الخارجية 3 مرات، واللي قال ان العلاقة بين صدام والقذافي ما كانتش تمام. وبالرغم من ان صدام والقذافي الاتنين من اولاد المدرسة الناصرية وتربوا سياسيا على ايد زعيم الامة الزعيم جمال عبد الناصر، الا انهم ما بيحبوش بعض. وبعد وفاة عبد الناصر على طول بدأت الخلافات تظهر ما بين الاتنين. وصل تدهور العلاقات بين صدام والقذافي لأقصى درجة، وأول ما بدأ النزاع بين ليبيا وتشاد، صدام حسين قال: بس دي فرصتي علشان أخد حقي من القذافي، لدرجة إن الموضوع وصل بيه إنه يقدم الدعم والسلاح للرئيس التشادي وقتها حسن حبري. القذافي أول ما عرف الكلام ده مسكتش، وقرر يرد بنفس طريقة صدام، وأعلن دعمه للأكراد اللي كانوا على طول في مشاكل مع صدام وعاوزين ينفصلوا عن العراق ويعملوا دولة لوحديهم. ومش بس كده، ده كمان القذافي كان مأكد لهم إن من حقهم يعملوا وطن ليهم، عنادا منه في صدام حسين اللي قدم أسلحة متطورة لتشاد. والقذافي ما كانش متخيل إن الخلاف ما بينهم يوصل للدرجة دي.